في زيمبابوي سنة 2009. كان هناك رجل يدعى برايتون دانبي. أصيب الرجل بمرض مفاجئ وتوقف قلبه، وبعد فحص الأطباء تم إعلان وفاته رسمياً ونقل إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى بعد مرور حوالي 24 ساعة. وأثناء قدوم العائلة لأخذ الجثة سمعوا صراخاً يصدر من الثلاجة. فتح الموظفون الباب ليجدوا برايتون حياً ويتنفس. الحادثة أثارت ضجة كبيرة في الإعلام المحلي والعالمي، وتم فتح تحقيق رسمي. الأطباء قالوا إنه ربما كان في حالة غيبوبة نادرة جدا يصعب تمييزها عن الموت. برايتون نفسه قال إنه شعر بأنه محبوس في الظلام ويسمع الأصوات، لكنه لم يكن يستطيع الحركة. أدلة الحادثة جعلت كثيرين يتساءلون كم شخصا تم دفنه وهو حي. في نبذة نعرض لكم أغرب القصص الحقيقية اللي تفوق الخيال.